شي الدراري سلام الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سفيان صاحب قناه روايات مع المزواري. اليوم الدراري جايب لكم معايا الجزء الثاني من قصه امين. وقبل ما نبدا هذا الجزء هذا بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الجزء الاول. فريمون عجبني الحال بزاف، ما كنتش متوقع داك التفاعل كامل، وكنوعدكم انني ديما غادي نكون عند حسن ظنكم. الدراري اللي بغيت نقول لكم هو اي واحد دخل يشوف هذا الفيديو هذا ما ينساش يضرب مع داك الجرس ويدير معاه على كومونتير زوين ويدير معاه ابوني، حيت فريمون كنقرا لي كومونتير كاملين وكنجاوب عليهم كاملين. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم ونتمنى لكم فرجه ممتعه. ويلا نمشيو نكملوا الجزء الثاني. ويلا الدراري نمشيو، ولكن قبل ما نمشيو غادي تجيب معاك كاس القهوه، وكيف كنقولوا جميله كامله احسن ضرب الكيلو تجلس في بلاصه مظلمه. ويلا باش نعيشوا كاملين في هذه القصه هذه. في واحد الليله من الليالي كان امين جالس في بيتو وشاد طبيعته كيقرا في واحد الكتاب. شويه حس بشي حاجه قالت ليه في الداخل ديالو نوض شوف الوالده ديالك. مشى عند ميمتو لبيتها، حل الباب لقاها ناعسه، مشى باس لها على راسها، شد لها في يدها ويعنقها ونعس. بقى هكاك حتى شي 5 الصباح بالضبط مورا اذان الفجر. شويه هو ناعس في وسط نعاسو سمع الميمه كتشخر، بدا كيعيط ليها باش تنوض تصلي الفجر. عيط 3 المرات وامي 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 وما كاينش اللي يجاوب. الميمه ما هضرات ما تكلمات حتى حس بها زيارات اللي عليه تاه زياره ماشي عاديه. ناض امين بديك التداشيره، ناض يشعل الضو باش يشوف شنو واقع. الدور اللي بيدور لقى الميمه روح طلعت عند الله من الامانه تا امانته. مشى كيحرك فيها وكيعيط لها وكيغوت وكيقول لها فيق يا ميمتي ما تمشيش وتخليني. خواتاتو اللي سمعوا الغوات مع ديك الوقيته جاو كيجريو وتبعتهم الخدامه حتى هي. دخلوا للبيت لقاو الحنانه خشبه ممدوده والروح صافره المولاها. عيطوا لباهم في ذاك الليل وقالوا ليه راه ميمتنا مشات عند الله. جا البوات في ديك الليله تيجري، وصل مع الصباح. هي هاجيك سيادنا داو المرحومه صلى عليها صلاه الظهر، ومن بعد داوها كي تنقولوا حنايا اكرام الميت دفنه. فراق الميمه سيادنا ما كان ساهل عليهم كاملين، ولكن كان صعيب على امين بزاف حيت كان قريب لميمتو. وكيف كنت قلت لكم في الجزء الاول كانت دايره فيه رجاها في الله وفيه. كان هو عنيده وعنيد راسها. مشات نورت الدار ومشات معها السعاده والفرحه ديال ديك الدار. حتى حاجه ما بقات كيف كانت، كلشي تقلب سفا على كل واحد ولا زاد عليه في بيتو. قليل فاش كلاو كيتلاقاو، بقاو عايشين تقريبا عامين وما على داك الحال. حتى واحد النهار سيادنا بات امين تعرف على واحد السيده قدام معاه في الشركه، وقرر يبدا معها حياه جديده. وكيف تنقولوا يبدا معها صفحه جديده. راكم عارفين سيادنا الوحدانيه صعيبه، وبحال بات امين ما يمكنش يبقى بوحدو، ضروري ما يجيب لي تعمر على الدار واخا كان كيبغي المرحوم. في واحد النهار سيادنا جاب ديك السيده للدار وبغى يعرف على العائله الصغيره ديالو، على امين وخواتاتو. جات دوزات معاهم سيادنا واحد العشيه، داكشي اللي فيها لداخل ما حملش امين، تدور دوره تتخنزر فيه ما عرفتش علاش. المهم بينها وبينو ما عرفتش، ما تعرفوا ما تيعرفها، ولكن هي تشوفو تتحمر فيه ليه حيت عرفاتو هو الراجل ديال العائله والولد الوحيد، يعني هو اللي بيدي كل شيء في الاخر. دازت ديك الليله صعيبه عليه بزاف، ما داهش الناس الليل كاملو وهو كيفكر في المهمه اللي مشات وخلاتو. ليك الله ولدي يا امين، الله يوقف معاك، ولكن اللي مع عرضة الوالدين عمرك ما تخاف عليه. دازت ايام وايام كلشي تبدل، تقلب هاد الصفحه وكيف كنقولوا وكيف تيقول المثال الا مات البات وسد الركبه وإلا مات الميمه وسد العتبه. في واحد النهار بحال ديما امين كان جالس وقته في بيتهم مجمعين تيضحكوا مقرقبين. واحد شويه هو يدخل عليهم باهم ويقول لها نوضي وجدي راسك ولبسي عليك شي حاجه، راه جايين عندنا شي ضيافه هاد العشيه. امين جا الفضول ويقول ليه شكون الوالد اللي جاي. جاوبو لبات وقال ليه واحد الصديق ديالي جاي طالب وراه وبغا اختك الزواج. منين سمع امين هاد الاخبار المسكين فرح وتقلق في نفس الوقت، حين اختو الاولى تزوجات ومشات على برا، وها هي اختو الثانيه
اللي كان اهتمام ونسى واهتمام عمر عليها داك الفراغ اللي خلات المهمه ها هي باش تزوج حتى هي وتمشي لدارها الله يسهل عليها. هو سيدنا ملي مشات اختو وسهل عليها الله ودا داك ولد الناس بقى هو عايش مع مرات الطباع شي 6 سنين تقريبا، ما كاينش النهار الزين فيها. 6 سنين كاملها حرب، كاملها نفاق، كاملها انتقام، تقول عدوها ماشي ربيبها. العلا يسلط عليكم شي مرة اللي ما يكونش في قلبها لا رحمة ولا شفقة وما كتعرفش بينها وبين اللي خلقها. الهم ديالها بوحدو هو المال والجاه، طمع الدنيا العلا من نبيعين. بقات سيادنا المرا غادية على داك المنوال، وقت ما دخل لبات مع بالضبط تتلقى عليه قبل ما تقول ليه لا سلام ولا كلام كتبقى تعمر فيه وتحقدو وتشارجي فيه حتى حقداتو على ولدو. تا ولا تيشوف كلشي اللي تبان ليه كلشي بيض الا امين اللي تيبان ليه كحل. المرا همها الوحيد هو تتجا الراجل بالليل، ما همها لا ولدو لا شوق عليه ولا شطر عليه. تغمضوا لها العينين سيادنا وغرها الطمع. الباتا سيادنا تغمضوا لها العينين، مشى هو يقصد ولدو، حل عليه الباب ويبقى عليه بشي هضره اللي ما فيها ما يتقال. عمر امين ما توقع با غادي يجي عنده ويهضر معاه بديك الطريقه، تا جا عنده لا تيبان ليه وحش ما بقاش تيبان ليه اب. وصلت به الجرأة سيادنا انه يوصل مع ولدو يقول ليه هز عليا حوايجك وخرج عليا في حالتك. وتخيلوا معايا سيادنا كيف يكون امين في ديك اللحظه اللي كنتي ظان فيها الخير هو باك من بعد امك يخرجك من الدار ويقول لك سير في حالتك. امينه سيادنا من سمع ديك الهضره بحال خشيتي ليه الموت في وسط قلبه، ما عرفش باش يجاوب ولا كيفاش يهضر ولا كيفاش يتكلم. باقي المسكين تيرطب في فراق امو وباقي تينسي حتى يجي لباد ويجيه من الاخر ويقول له خرج في حالتك. كلشي تيرجع من المراه سيادنا مرت لبات اللي لا يسلطها على شي واحد. سيادنا امين من بعد ديك الهضره اللي سمع ما بقاش فكر مسكين اللي عقل اللي يفكر واللي يخمم واللي يفكر باش يلقى الحل ما خلاش ليه لبات. امين سيادنا قرر يخرج للزنقه ويصبر لقساوتها ويصبر المراره ديالتها، ولا يبقى قاعد في واحد الدار سيادنا اللي ما بقاش كيحس براسو ولدهم ولا منهم ولا تيحس راسو براني. لا لبات تيعاملو مزيان، لا مرت لبات تتعاملو مزيان، لا سلام لا كلام. الدري ولا مغبون سد عليه في بيتو تيفكر. امين سيادنا خرج للزنقه مسكين وتقعد مع طريقه في وسط الدياب والغوال، وكيف تنقولوا الزنقه ما متحد ما غاديش تحن فيك. الا كنتي سبع راك غادي تعيش، ولا كنتي طبع راه غادي ياكلوك الدياب. مشى سيدي امين مشى عند صحابو وقصدهم واحد بواحد، ولكن حتى واحد ما عطاه الوقت. اصلا ملي كيشوفوك الناس تحتي حتى شي واحد باغي تيتجابك ولا كيعطيك الوقت، حين تيعرفوا داكشي اللي كنتي هاز به الراس ومعلي قدامهم مشى ليك السلام عليكم، ولا كيجيب لها سيدنا راسو بحال الا تيحلم، ما بقى فاهم والو ولا تالف، ما بقى عارف منين نعتى الراس. من بعد ما كان سيدي كبير ولا كلشي تيكبر به، ولا امين في خريامو كلشي ولا كيشطب به الارض. من بعد سيدنا لا امين دار وجاي وشلا قنات، واخيرا لقى واحد القنيت اللي يحس فيه بالامان. هذا واحد القهيوه شعبيه صغيره. دار امين كيلقى تيفرج واحد الكرتونه وتينعس عليها. واحد النهار في وسط النهار شافو داك السرباي اللي خدام في ديك القهوه بقى فيه داك الولد تيشوفو ماشي تاع التكرفيط. قرر داك السرباي انه يتقرب منه ويشارك معاه اللغه. بدا تيهضر هو وياه، امين داك تيسولو امين تيجاوب. من بعد ما استنجد داك نهضر داك الولد ان الدري ولد عائله وماشي ديال داك التكرفيط. داك السيد السرباي طلع فيه الخير سيادنا واللي وجهدو دارو. مشى هضر مع السيد الباترون ديالو قال لي الله يرحم ليك الوالدين انا ما نشوف داك الوليد وشوف كيفاش نديرو معاه راه ماشي تاع التكرفيط. شاف الباترون تاعيا ويقول ليه دخلوا لداخل يغسل الماء. واخيرا امين لقى من كيصور طرف الخبز، بدا الخدمه والتوكل على الله. بدا خدام نهار على نهار. وشكون قال سيدنا امين غادي يوصل لهاد الماط اللي فين كاين دابا. مشى داك السربايه سيدنا مشى وقف مع امين شد ليه بيديه ودا عند واحد السيد عنده الفنادق. دخلو ووقف معاه ذكر ليه واحد البيت تماك وامنو